المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم من الفضائية الإريترية، وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. السيطرة على الجراد الصحراوي في شمال البحر الأحمر. حصاد معظم المزارع في القاشبركة. بناء مدارس في حلحل. مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث هليكوبتر في مالي. روسيا وتركيا قد توقعان على عقد جديد بشأن منظومة S-400. ومقتل 4 وانهيار مبان في أقوى زلزال يهز ألبانيا منذ عقود. السلام عليكم ورحمة الله. تم السيطرة على الجراد الصحراوي الذي ظهر في منطقة قحطيلاي منطلقا من إثيوبيا في 19 من نوفمبر بتضافر جهود وزارة الزراعة وقوات الدفاع وإدارة الإقليم والمديريات ل3 أيام. وأوضح مسؤول تنمية النباتات ومنسق مكافحة الجراد السيد تسفيت قرزقهير إن أسراب الجراد الصحراوي التي تضم حوالي 80 مليون جرادة هبطت فجأة في مساحة تبلغ حوالي 17 هكتارا، وأمضت ليلتها في مناطق سبارقمة ويانغوس وعريزة، وقد أبيد معظمها بتوظيف القدرات البشرية والمعدات اللازمة وملاحقة البقية أينما ذهبت وإبادتها تماما. وذكر مشاركة 4 سيارات رش مبيدات والكثير من القدرات البشرية في مهمة المكافحة، موضحا أن إريتريا الكائنة في منطقة تكاثر الجراد الصحراوي تعمل على إبادة يرقات الجراد على شواطئ البحر الأحمر قبل طيرانها، مشددا على ضرورة العمل المنسق لدول الجوار لمكافحة هذه الآفة الخطيرة. وأفاد خبراء الزراعة أن الجراد ظل يظهر في مناطق وينجبو وإنجل وعيلة من فترة لأخرى، وإن أسراب الجراد التي ظهرت فجأة يمكنها إحداث أضرار كبيرة في الهضبة والمنخفضات، وعلى السكان عامة والمزارعين على وجه الخصوص إبلاغ الجهات المعنية سريعا لدى ظهور الجراد ومتابعة مزارعهم، وعدم الرعي بماشيتهم ل4 أيام في أماكن رش المبيدات الحشرية. وشكر مدير مديرية قنداع السيد عمر يحيى قوات الدفاع لدورها الفعال في حملة المكافحة، وحث لتعزيز المتابعة والمراقبة لظهور الجراد مرة أخرى لاستمرار هطول الأمطار في مديريات قنداع وفرو والشعب ومصوع وقارورة. وكانت أسراب الجراد التي انتقلت إلى الإقليم الجنوبي من إثيوبيا قد أبيدت في وقت قصير بتضافر الجهود. أعلن مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاشبركة عن حصاد معظم المزارع بتنظيم حملات النفير توخيا من تلفها بالأمطار المتأخرة والآفات الزراعية. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في المكتب السيد نقاسي عبد ميكائيل زراعة مطرية لمساحة حوالي 220 ألف هكتار بالذرة والسمسم والدخن، وقد تم جمع معظم المحاصيل لأنشطة النفير التي نظمتها جبهة الإقليم الغربي للتنمية منذ منتصف شهر أكتوبر. وشارك في نفير الحصاد أعضاء قوات الدفاع والجيش الشعبي وحرس الحدود والطلاب والمعلمين وعمال المؤسسات الحكومية وغيرهم. ونفذ البرنامج بمنح الأولوية لمزارع المحتاجين وأسر الشهداء وتوظيف قدرات بشرية كبيرة في مديريات شامبقو وعلي القاش وقلوج التي تتواجد فيها مساحات زراعية كبيرة. وأعرب المزارعون عن ارتياحهم لحصاد المحصول في فترة وجيزة ومنح الأولوية لحصاد السمسم، داعين لتوفير الدقاقات الكافية. يتم تشييد مدارس ابتدائية في مديرية حلحل بإقليم عنسبة لسد حاجة المؤسسات التعليمية مع تجميع القرى. وتشيد مدرسة بتكلفة 1,500,000 نقفة لتقديم خدمات ل250 طالبا تجمعوا مؤخرا من معركة. وقال مسؤول متابعة المشاريع في مديرية حلحل السيد محمد إدريس عبد الله إن المدرسة ستعمل بعد اكتمال التشييد لحل النقص في الفصول الدراسية. كما تشيد روضة للأطفال بتكلفة 750,000 نقفة في غرصة لاستقبال 150 طالبا. وتقدم 7 رياض للأطفال أهلية التعليم في الرواكب بضواحي ماي أوالد ورهي وقرصت وقبي ألبو، وكذلك قريتي قربت وأبديت بمديرية حلحل.
تنظم حملة تطعيم ضد مرض السحائي منذ 24 من نوفمبر في ساوى للأعمار من السنة وحتى 30 سنة. وقال مسؤول صحة المجتمع والأسرة في إقليم القاشبركة السيد برهان أبرهة إن عملية التطعيم تسير جيدا للتنظيم الجيد وتنسيق كافة المؤسسات في مركز تدريب الخدمة الوطنية ومركز التدريب المهني. وذكر إن أنشطة التوعية بالسيمينارات ووسائل الإعلام أسهمت في رفع الوعي، ويجري التطعيم أعلى من البرنامج الموضوع لليوم الواحد. وأفاد مسؤول الخدمات الصحية في مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تدروس تخلصين بتقديم فيتامين ألف إلى جانب التطعيم ضد السحائي لأبناء العاملين في المركز، مشيدا بمساهمة جميع الأعضاء لإنجاح هذه الحملة. قدمت دورة تأهيلية في 23 و24 من نوفمبر لمعلمين جدد من 20 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية بمديرية عد قيح للدفع بالعملية التعليمية. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية الأستاذ مبرهت تسفوم أن التأهيل اشتمل على الخطة التعليمية ونقل المعرفة وإدارة الوقت والتعرف على مصاعب الطلاب والعلاقة بين الطالب والمعلم وولي الأمر. وقال مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بيان تسفاي في ختام التأهيل إن التأهيل أولي ويتطلب من المعلمين اكتساب التجربة من قدام المعلمين والعمل لتقوية كفاءة الطلاب. قيمت إدارات التعليم في مديرية منحيلي وصرونا تقدم برنامج تعليم الكبار وسبل الدفع به. وأوضح مسؤول برنامج تعليم الكبار في مديرية منحيلي الأستاذ سلمون رأيه في التقرير الذي قدمه عن متابعة أكثر من 95% من المسجلين لتعليم الكبار الدراسة في 10 نقاط تعليمية للعام الدراسي 2018-2019، داعيا للاهتمام الجاد للمقاطعة التي تظهر على فترات. وأشار مسؤول تعليم الكبار في الإقليم الجنوبي الأستاذ بلاي نور حسين ومدير مديرية منحيلي السيد إبراهيم مكونن إلى أن برنامج محو الأمية المصحوب بالدراسات المنفذ في المديرية يحقق نتائج مرضية. وفي مديرية صرونا تلقى 113 طالبا تعليم الكبار في 13 نقطة تعليمية من الصف الأول وحتى الصف الثالث. وقدم مسؤول التعليم في المديرية السيد سليمان محمود توضيحا في الاجتماع لأهمية تعليم الكبار، داعيا لتعاون جميع المؤسسات لإنجاحه. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود بالأخبار الخارجية. أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل 13 عسكريا ضمن قوة برخان في مالي إثر حادث تصادم طائرتي هليكوبتر خلال مهمة ضد الجهاديين. وأحيا الرئيس إيمانويل ماكرون بأقصى درجات الاحترام ذكر هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم 6 ضباط و6 مساعدين وكوبرال، كما جاء في بيان نشره قصر الإليزيه. ومنذ عام 2014 تنشر فرنسا 4500 عنصر في الساحل في إطار عملية برخان التي تهدف إلى مكافحة الجماعات الجهادية العاملة في المنطقة وفي الصحراء الكبرى. وعلى الرغم من نجاح التدخل العسكري الفرنسي في عام 2013 الذي سمح باستعادة شمال مالي بعد احتلالها من الجهاديين، لا تزال مناطق كاملة من البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية وتتعرض لهجمات بشكل دوري. وانتقلت الهجمات تدريجيا من شمال مالي نحو وسط وجنوب مالي، ومنذ وقت قصير وصلت إلى النيجر وكذلك بوركينا فاسو، حيث يبدو الوضع أكثر إثارة للقلق. أعلنت موسكو على لسان مسؤول عسكري استعدادها لبيع تركيا منصات جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي S-400، وذلك بعد أول اختبار تجريه أنقرة على المنظومة التي تسببت في توتر العلاقة مع واشنطن. وكشف ألكسندر ميخييف المدير العام لمؤسسة روس إيبورن إكسبورت المسؤولة عن الصادرات العسكرية عن مفاوضات جارية في هذا الشأن مع أنقرة. وقال إن الجانب التركي سلم موسكو مذكرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المفاوضات تدور حول الشق المالي للصفقة. وبدأت تركيا الاثنين اختبار منظومة الدفاع الصاروخي رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة.
وحلقت طائرات بينها مقاتلات F-16 فوق قاعدة جوية بمحافظة أنقرة لاختبار المنظومة التي تم شراؤها مؤخرا وتدريب مشغلين أتراك بحسب وكالة فرانس بريس للأنباء. لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم في ألبانيا جراء أقوى زلزال يهز العاصمة تيرانا والمنطقة المحيطة بها منذ عقود، مما أسفر أيضا عن انهيار مبان وحصار بعض السكان وسط الأنقاض. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 6.4 درجة، وهو ثاني زلزال قوي يهز المنطقة خلال شهرين. وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان على بعد 30 كيلومترا غربي تيرانا وعلى عمق 10 كيلومترات. وعرضت لقطات مصورة ما بدا أنه مبنى منهار في دوريس الواقع على ساحل البحر الأدرياتيكي على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة، ومبان بها صدوع كبيرة منها شقة سكنية سقطت أغلب جدران حجرة النوم فيها. وقال متحدثان باسم الحكومة لرويترز إن المباني في دوريس وهي الأكثر تضررا، وإن عددا قليلا من الناس نقلوا إلى مستشفى في تيرانا. وبعد 3 ساعات من الزلزال الرئيسي وقعت هزة ارتدادية قوية في المدينة. وتشهد ألبانيا الواقعة على البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني بين اليونان ومقدونيا أنشطة زلزالية متكررة. أصبح مطعم 65 ديجري في بروكسل الأفضل تقييما في المدينة، وذلك بفضل فيض من الإشادات بموظفيه الذين يعاني معظمهم من متلازمة داون. وحصل المطعم وهو جزء من مشروع دمج اجتماعي على المركز الأول من بين أكثر من 2000 مطعم أدرجوا بقائمة موقع للمطاعم. أسس 65 ديجري 4 من أصحاب الأعمال لهم خلفيات في الطهي والرعاية الاجتماعية، وقد سمي على درجة الحرارة المثالية لطهي البيض، ويقدم أطباقا تعتمد على سمات المطبخ الفرنسي. وقالت أديلايد آيمر وهي واحدة من مؤسسي المشروع لرويترز إن الفكرة تتمثل في إكساب الناس المهارات اللازمة لدخول مجال الضيافة. وقالت نادلة مصابة بمتلازمة داون أن الزبائن هنا يأتون لرؤيتنا وتذوق جو المطعم وفن الطهي، وأن هذا يمثل الكثير من الضغط على حد تعبيرها. قدمت لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.